شباب السلام عليكم. اليوم 21 غشت اللي هو عيد الشباب بالنسبة لدولتنا الحبيبة المغرب العز بين الأمم. فعيد شباب وطني مجيد. وهنا صراحة كنطرحوا واحد السؤال خصوصا في نسبة الشباب وممارستها للعمل السياسي أو بالنسبة للانتخابات التشريعية اللي كانت في 2021. كانت التمثيلية ديال الشباب فقط واحد 18%، يعني من الناس اللي صوتوا 18%. اللي كنشوف واحد العزوف اللي هو كبير، وعزوف اللي عنده مبرراته، يعني عنده اسباب ديالو. من بين الاسباب ديالو انا حتى انا يعني كشاب في هذه العمريه هذه كنمثل هذه العمريه هذه، هذه الفئه العمريه هذه، كنشوف بانه انعدام الثقه البته في الاحزاب المنتخبه. واللي كيعكس هذه الثقه واللي كيعكس هذا انعدام الثقه هو الممارسه من 2011، يعني من دستور 2011 لدابا ما شفناش شي حكومه اللي هي قدرات يعني تبصم على نموذج تنموي حقيقي. يعني كنتكلموا على مؤشر التنميه اللي هو المغرب المرتبه 120، 2011 كنا المرتبه 130، يعني فقط واحد التقدم ديال 10 المراتب. عكس اللي كنشوفوا ان كاين حكومات مثلا في دول غير المغرب حققت بحال العداله والتنميه في تركيا، راه نموذج تنموي حقيقي. يعني كنتكلموا على اقتصاد 16 عالميا، راه واحد التقدم كبير في الصحه، في التعليم، في معدل الدخل الفردي، في نسبه خلق فرص شغل اللي كانت تراوحت ل 20 مليون فرص شغل، يعني في اربعه ديال تقريبا ديال الولايات، في اربعه ديال الحكومات. فعمل كتشوف الممارسه ديالو، كتشوف النتائج ديالو على ارض الميدان. نفس الشيء بالنسبه لرواندا، سنغافوره ومجموعه من الدول. فهادشي علاش كنقول واش كتشاطروني الراي ديالكم انتم شباب، ولا عندكم راي مختلف ان التمثيليه ديال الشباب بالنسبه للانتخابات التشريعيه هي فقط السبب الرئيسي هو انعدام الثقه في الاحزاب المنتخبه ككل. يعني اه سؤال صراحه وجيه بالنسبه تقريبا. لدولتنا، مش فقط الاحزاب والحكومه، الدوله ككل. ان التمثيليه ديال الشباب راه ضعيفه بزاف، وكتبرر على الاقل جينيراسيون زاد ملي خرجت للشارع، خرجت على مطالب اللي هي مشروعه، وعلى حاجات اللي محتاجينها صراحه في البلاد. محتاجين نشوفوا المغرب ماشي فقط في الكره السادسه عالميا، ولكن محتاجين نشوفوا حتى في الصحه، في التعليم. صحيح ان التغيير ما كيجيش في واحد الوقت وجيز، ولكن على الاقل نشوفوا المدى ديالها. الا شفنا غير مؤشر ديال التنميه البشريه في 16 سنه او 17 سنه باش نزلنا واحد 10 المراتب، فراه كتشوف المغرب غادي بواحد السرعه بطيئه جدا في واحد النموذج تنموي اللي هو كبير بزاف. فخليوا لي الاراء ديالكم والتعليقات الشباب، يعني نشاطروا بعضنا الراي خصوصا في هذه المواضيع السياسيه اللي كتهم المواطن بشكل عام، المواطن المغربي. السلام عليكم، وعيد شباب وطني مجيد. حق انت كتولي بوليسي هاني تصوت